السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم كيف ما شفتوا في صوره مصغره هي وصفه ديال جوج كيكات، وحده بالبرتقال وحده بالليمون الحامض اللي هو الحامض. الطريقه ساهلين بزاف بزاف، ما كيحتاجوش بزاف ديال المكونات، كيوجدوا دغيا. انا وجدتهم دغيا في واحد الوقت اللي هو قياسي. كيجيو هكا كيك يومي للوليدات المدرسه، بغيتو ديروه في اللانج بوكس ديالهم، بغيتو هكا الكوتيت العشيه ولا الفطور ديال الصباح، بغيتو جاتكم شي حد على غفله وبغيتو ديروا شي حاجه، كيوجدوا دغيا ما كيشدوش بزاف ديال الوقت. مكونات موجودين في كل بيت، وتا كيجيو خفاف خفاف من الداخل وكيصبروا بزاف. هذا هو اللي زوين فيهم. انا هاد جوج كيكات هادو دوزو عندي مده 10 ايام. وحده درتها في الثلاجه اللي هي ديال الليمون على ود ديك الكريمه اللي درت لها من الفوق، داكشي علاش درتها في الثلاجه. والاخرى خليتها غير في الكوزينه هكاك محطوطه في بواطه، ما طرات ليها حتى شي حاجه. قلت لكم 10 ايام والكيك عندي مزيان بحال يلاه طيبته داك النهار. ما غاديش نطول عليكم، غندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير، ولكن غنقول لكم لاول مره كيشوف لا فيديو ديالي، معكم من جيهان من قناه ديليسيو اي فاسيل، سهل وسريع. ما تنساوش تشتركوا معنا في الضغط على الزر ديال الاشتراك سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ان شاء الله. الكيكه الاولى غنحتاج لها هنا 4 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي 200 غرام ديال 200 مليلتر ديال الحليب، 200 مليلتر ديال العصير البرتقال، 200 مليلتر ديال الزيت النباتي، 180 غرام ديال السكر اللي كيبغي الحلاوه بزاف يدير 200. وعندي هنايا رشه ديال الملحه، جوج اكياس ديال خميره الحلويات، كيس ديال السكر الفاني. وبالنسبه للدقيق عندي 450 غرام. خديت هنا 4 ديال البيضات، درتهم في العجانه. بالنسبه اللي عندو الضراب كهربائي يقدر يخدم به، واللي عندو الضراب اليدوي حتى هو يخدم به. هو يعيا معاه شويه، غيضرو كتفو بالتخلاط. صافي هنا درت هذاك البيض مع الملحه مع السنيده مع الفاني. هنا كما قلت لكم 180 غرام ديال السكر سنيده، اللي كيبغي الحلاوه بزاف يدير 200 غرام. المقادير غنخليوهم مضبوطين في صندوق الوصف. صافي هنا بقيت كنخلطهم حتى غادي يضاعف ليا الحجم ديالهم وغادي يبيض ليا الخليط. هنا انا راه دايره معكم بزاف ديال الكيكات ديال الحامض وديال البرتقال، بزاف منهم في القناه، حيت صراحه هاد الكيكات هادو كيبغيوهم الناس بزاف وكيجيو ساهلين ماهلين بزاف بزاف. غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف، اللي بغا يدخل يشوفهم. انا مخليه لكم الكيكات اللي هما متنوعين. صافي هنايا الخليط ديالي ها هو كيف ما كتشوفوا ضاعف ليا الحجم ديالو، بدا كيبيض. نقصت لا فيتيس ديال العجانه الفيتيس الاولى. نتوما الا كنتو خدامين بالضراب نقصوا السرعه، وبداو تخويو الحليب الزيت، وانتم خدامين كتضربوا باش يداخل هذاك العناصر مع بعضياتهم. هنا انا استعمله العصير ديال المندرين، نتوما الا عندكم برتقال استعملوا البرتقال، بجوجهم كيجيو مزيانين. هنا زدت في السرعه تخلطوا لي عناصر مع بعضياتهم. صافي وغادي نحيد العجانه وغادي نغرب الدقيق على 2 ولا 3 المرات حتى ل4 المرات. هنا كيف ما شفتوا الكميه ديال الدقيق عندي كثيره، ولكن راه السوائل حتى هي راه عندي كثير. صافي هنا الكميه الاولى وكندخل فيها هنايا غير بالضراب اليدوي. هنايا راه واخا كتشوفوا بان ملي نحرك بالزربه، لا راه غير الفيديو اللي مسرع. اما راه انا في الطريقه هذه كنديرها بشويه بشويه. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل كاع ديك الكميه ديال الدقيق. بالنسبه لهاد المرحله مهمه جدا. اون فوا يبان لكم الدقيق ديالكم دخل، ما تعاودوش تبقاو تخلطوا بزاف، حيت فاش كتخلطوا الدقيق بزاف صافي هي فاش كتجيكم الكيكه ديالكم مدقصه. والكيك بهاد الطريقه كيجيكم كيك ديالكم طالع ومهوي وكيجي فن. هذه الطريقه انا اللي كنعتمد في الكيك، والحمد لله ديما الكيك ديالي كيجيني مزيان. صافي هنا غنضيف اخر كميه. غندخلها بنفس الطريقه وغادي ندوز باش ندير 2 خمارات اللي عندي. هنا الخمارات ديما كتلاحظوا كندير معاهم الخل ولا الحامض في الاخر باش كيتفاعل معاهم، وهو اللي كيخلي ليا داك الكيك ديالي كيجي طالع ومفشفش وكيعطيه واحد القوام اللي هو زوين. صافي هنايا دخلتهم وغادي ندوز. هنا راك وريتكم كتبت الرقم 8. فاش كنكون كنكتب فيه الخليط ديالي ما كيتقطعش، كيبقى غادي خيط واحد
وما كتغبرش هذيك 8 دغيا. صافي هنايا شديت هاد المول هذا، دهنته ورشيت عليه الدقيق. هنا نورمالمون كان خصني نديرو في مول صغير من هكا، انا بغيت الكيكه ديالي ما تجينيش طالعه عاوتاني بزاف، درتها في هاد المول كيهز ليا 6 البيضات. وانا تعمدت نخدم هاد المول حيت الاكثريه ديال الناس عندهم هاد المول هكا في دارهم. الوغ حاولت نخدم بمولات اللي هما عاديين وموجودين في كل بيت. صافي هنا الفران عندي مسخن على درجه حراره 180 الفوق والتحت. هنا خدات ليا 50 دقيقه في الفران. انا كنشعل فاش كندخل الكيكه ديالي الفران كنطفي الفوق كنخليه غير لتحت حتى كيبان ليا طلعت مزيان والجناب ديالها بداو كيتحمروا كنشعل عليها الفوق تحمر. هنا مورا ما دوزت ليا كيف ما قلت لكم 50 دقيقه في الفران. هنا قلبتها بواحد الشوكه خرجت ليا ناشفه. الكيك ديالي طيب غادي نخليه باش يبرد. غندوز معاكم لتحضير الكيك الثاني ديال العصير ديال الليمون الحامض. هنا عندي الدقيق، عندي 100 مليلتر ديال الزيت، 100 مليلتر ديال الزبده. هنا استعملت انا زبده حيوانيه، تقدروا تستعملوا 200 مليلتر كلها زبده ولا 200 مليلتر كلها زيت. انا قسمتهم لحقاش كيعطيو واحد المذاق اللي هو زوين. 200 مليلتر ديال الحليب. وبالنسبه للمقادير كلهم غنخليهم لكم في صندوق الوصف مكتوبين. صافي هنا بديت بالبيض اللي هي 4 ديال البيضات. غندير معها واحد رشيشه ديال الملحه وغندير معها هذيك 180 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده كيف ما قلت لكم اللي كيبغي الحلاوه راه يقدر يدير حتى 200 غرام. صافي وهنا غادي ندير الخليط ديالي يتدرب ليا ويضاعف ليا الحجم ديالو حتى يضاعف ويبيض بحال الخليط ديال الكيك الاول تماما. هنا كنت نسيت واحد الساشيه ديال الفاني ما درتهاش في الاول، غادي نضيفها دابا والخليط ديالي كيتخلط. صافي هنايا مره عاوتاني ما ضاعف ليا الخليط الحجم ديالو. نقصت لا فيتيس وكنزيد هنا هذاك الزيت والزبده. هنا راه مستعمله 100 مليلتر 100 مليلتر كيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوا نوع واحد. صافي هنا زدت الحليب اللي هو 200 مليلتر وغندير نضرب هذوك تيتجانسوا ليا مزيان ولكن ما كاملاش حتى 30 ثانيه وكنحبس تخلط وكندوز باش نضيف الدقيق. هنا الدقيق عاوتاني غنضيفو على 3 ولا 4 ديال المراحل وما بين كل مره ومره نحاول ندخل الدقيق ديالي بلا ما ندرب بزاف بلا ما نخلط بزاف الطحين ديالي باش ما تجينيش كيك ديالي مدقس. هنا بالنسبه للدقيق راني استعملت 400 غرام في هذه الكيكه الثانيه. صافي هنا راه الفيديو موضح راسو. صافي هنا اخر حاجه ضفت هي الخمارات وغنضيف عليها هذيك نص عصير ديال الحامضه. صافي هنايا ديك نص عصير ديال الحامضه كيتفاعل مع ديك الخماره وكندخلو في الكيك ديالي. وكما كتشوفوا انا غنوريكم كيجيني خيط واحد ما كيتقطعش. كنكتب الرقم 8 ما كيتقطعش ليا وما يحيدش دغيا. صافي الخليط ديال الكيك ديالي ناجح 100%. صافي هنا كندوز خديت هذا المول الطويل هذا حتى هو راه هذا المول موجود في كل بيت. دهنته بزبده ورشيت عليه الدقيق وخويت فيه الخليط ديالي. كنحاول نهز يدي الفوق باش كندخل اكبر كميه ديال الهواء. الفرن عندي مسخن على درجه حراره 180 الفوق والتحت وغادي ندخل الكيك ديالي غادي نطفي عليه لتحت وغادي نطفي عليه الفوق ونخليه غير لتحت مده 50 دقيقه. خدا ليا هذا الكيك هذا. راه انا فاش كيبان لي الكيك ديالي طلع مزيان وبدا كيتحمر ليا من الجناب كنشعل ليه الفوق يتحمر. شوفوا الكيك ديالي كي جا تبارك الله طالع ومفقع. حنا كنفرحوا فاش كيجينا الكيك ديالنا مفقع بحال هكا كنخشيو فيه واحد العويد كيخرج لنا ناشف. صافي كنعرفوا ان الكيك ديالنا طيب مزيان. غنخليه هنا باش يبرد ليا وغادي ندوز نصايب معكم كريمه باش غنزوقوا الكيكه الاولى. هنا عندي واحد زلافه ما عمراش ديال عصير ديال الموندارين اللي غنزيد معاه هنايا واحد 2 معلقات ديال النشا. غادي نخلطهم يذوب ليا ديك النشا مع الليمون وغنديرو فوق البوطه حتى يعقد ليا. هنا اللي بغى يدير السكر يدير السكر. صراحه انا ما درت السكر ما بغيتش تجيني لا كريم ديالي حلوه. صافي هنا درت النكهه ديال الليمون كتبقى اختياريه ولكن صراحه انا درتها باش تعطي هذاك اللون كيجي صراحه زوين في الكيك.
صافي هنايا خويت هكا من الفوق. انا حاولت ندير التزيين اللي هو بسيط بسيط بزاف، حيت كيف ما قلت لكم هادو كيكات اللي هما يوميين وتقدروا انكم ما تزينوهمش الا بغيتو. المهم انا بغيت نزينهم معكم هكا بتزيين اللي هو بسيط وسهل بزاف. كيف ما قلت لكم بعض المرات كيجيو يجيكم ضياف هكا وكيعلموكم غير في الطريق ولا شي حاجه، وكتبغيو تصايبوا شي حاجه اللي كتكون دغيا دغيا كتوجد. وهادو اقتراح ديال جوج كيكات. صافي هنا درت ديك الكريمه غير هكاك من الفوق، وغندير عليها واحد شويه ديال اللوز مهرمش ومحمر كان عندي موجود، وواحد طريفات ديال الليمون، ديال قشور ديال الليمون معسلين. كتذكر بان هاد الكيكه راه بالبرتقال. نتمنى ان شاء الله هاد الكيك يعجبكم وين الاستحسان ديالكم وتجربوه. وما تنساونيش لي كومونتير ديالكم زوينين ومن لي جيم بزاف. راه لي جيم راه كيعاونوا هما ولي كومونتير الفيديو باش يطلع عند ناس اخرين وباش القناه تكبر، وان شاء الله يكونوا فيها بزاف ديال المشتركين. هنا شوفوا وريتكم قطعت معكم كيك ووريتكم كي كيجي خفيف ومفشفش من الداخل. راه تقنيه جد موضحه وسهله بزاف. الدريات ما كينجحش ليهم الكيك، يقول لك يا كيجيهم هابط يا كيخرجوه من الفران كيهبط ليهم. راه كنعطيكم ديما فيما كنحط معكم شي كيكه كنعطيكم جميع النصائح باش تجيكم مزيانه. صافي هنايا راه قطعت معكم طريفات اخرين تشوفوا كي جات، وغادي ندوز نزين معكم الكيكه الاخرى ونقطعها معكم. هنا الكيكه صراحه ما خليتهاش بردات بزاف. هنايا خديت سكر بودره وسكر كلاصي، درت معاه واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، كتبقى اختياريه. انا بغيتها غير باش دير ليا داك النكهه ديال الحامض واللون اصفر ديال الليمون الحامض. صافي هنا كنضيف الحليب بشويه بشويه. هنا ضيفوا قطرات بقطرات وانتم كتخلطوا، حيت هاد الصلصه هذه ما كتبغيش انها تجي جاريه. انا غنوريكم من بعد القوام ديالها كي خاصو يكون. صافي هنا على هذا الشكل وصلت للقوام المطلوب. هنا من الاحسن هاد الصلصه هذه تضيفوها على الكيك ديالكم وهو بارد، حيت الا ضفتوها وهي سخونه كتبقى تسيح لكم بزاف من الجناب. انا هنايا ما خليتش الكيك ديالي يبرد بزاف ودرتها فوق منه ساحت ليا شويه من الجناب. ولكن الا كان الكيك ديالكم بارد مزيان صراحه ما كتسيحش وكتبقى غير في داك الفوق، وكيبقاو غير واحد القطرات قلالين اللي هما هابطين من الجناب. صافي هنايا وزعت هذاك الصلصه كلها على هذاك الفوق ديال الكيك، وغادي ندخلها الثلاجه واحد 10 ديال الدقائق دغيا يبرد ليا ونخرجو. صافي هنا زوقتها بواحد لي طرونش ديال الحامض وواحد لوريقات ديال النعناع اللي هو بسيط بزاف، وهو واحد شويه ديال اللوز كونكاسي هكاك من الفوق. وكتفيت بهاد الزين هذا. هنا نقطع معكم الكيكه تشوفوا كي جات من الداخل. عطات الكيكه جات رائعه بزاف. كيف ما قلت لكم راه دوزت معايا 10 ايام وحطها غير فوق البوطاجي في الكوزينه، ما طرات ليها حتى شي حاجه وبقات مزيانه بحال يلاه طيبتها. شوفوا هنا كي جات كنوريكم كي جات. قطعت معكم شحال من طرف تشوفوا الداخل ديالها كي جا. وصلت معكم الاخر ديال الفيديو. نتمنى اي واحد شاف الفيديو وعجبو ما ينساش يشاركوا مع الاصدقاء ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساوش بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي يشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر ديال الاشتراك سبسكرايب، يفعلوا الجرس باش يوصلهم كاع الجديد ان شاء الله. والناس القدام ما تنساونيش ديما من التشجيعات ديالكم في لي كومونتير ومن لي جيم. راه كنفرح فاش كنشوف الفيديو فيه واحد العدد ديال لي جيم وواحد العدد ديال لي كومونتير. والسلام عليكم، فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.